بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد، أنا سعيد. أولا أنا كل ما بنعمل حلقة جديدة في برنامج باب الفرج بكون سعيد جدا، رغم أنه أكثر برنامج ما عليهوش مشاهدات في قناتنا. فيديوهاتنا العادية بتوصل 70,000 و100,000، وباب الفرج 6-7,000. مش عارف ليش الناس ما بتحبش الخير في البلد هذه. فأهلا بكم في الحلقة 13 من برنامجنا باب الفرج. قبل ما أخذكم وأخرج أنا وأنتم من الاستوديو ونشوف إيش سوينا اليوم، أنا أحب أتوجه بالشكر الجزيل للمتابع العزيز أحمد الشعيبي. أحمد الشعيبي شاب مصمم رائع، فاجأنا الأسبوع الماضي وقدم لنا العديد من نماذج تصميمات هوية جديدة لقناة زوايا مظلمة. أكثر من 12-15 تصميم، وإحنا بعدين اخترنا منه الشعارات والأيقونة والغلاف الجديد للقناة. شاب رائع مبدع. أي حد حابب يتعامل معاه، اليوتيوبر اللي حابين يصمموا أغلفة فيديوهات، هويات لقنواتهم، أغلفة، أيقونات، يتواصلوا معاه. مصمم رائع، أسعاره جميلة وباله طويل. هذا ليس إعلان، هذه هدية مننا له، لأنه مثل ما ميزنا وذكرنا من تلقاء نفسه ورفض ياخذ مننا فلوس رغم إني حلفت عليه، فإحنا حبينا نعمل له هذه الهدية، ورقمه موجود أسفل الشاشة وفي مربع الوصف والتعليق الأول. وتعالوا نبدأ على بركة الله. وانتم عارفين أصدقاء، احنا في برنامجنا باب الفرج ما بنحب نوجه إهانات للناس ونجيب لهم مايكات وندخل في تفاصيل حياتهم ونعرض في كل حلقة ربع ساعة نص ساعة مع حالة وندخل في تفاصيل يومياتها. احنا بنحاول نعز الناس ونساعدهم، عشان كذا بتكون الحلقات هذه قصيرة وبندخل عند الناس سريع، نؤدي الأمانات لأصحابها ونمشي. انتم فاهمين الليلة هذه، فاهمين ان احنا مش محتاجين نجيب المساكين يستعطفوكم ويبكوا على الشاشات عشان نعرف انهم يعني بالفعل محتاجين. اتمنى الفكرة هذه تكون وصلت. فاكرين حالة ام مرام من الحلقة 12؟ ام ارملة على 5 فتيات عندها سرطان، شالوا لها نصف المعدة والامعاء. رحنا لها في الحلقة 12 ورجعنا لها اليوم في الحلقة 13 عشان نفرحها. أيضا في شخص أيضا تكفل لها ب$50 شهريا، وشخص تكفل لها ب$100 شهريا. لسه ما رسلوا، أنا تواصلت معاهم قبل ما أبدأ في تسجيل الحلقة ووعدونا إن شاء الله إنه خلال غدا بعد غد توصلها. تعالوا نشوفوا إيش سوينا معها اليوم. تعالوا شو مرة ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالك أختي؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جي يا مرام، كلهم بخير، يستاهل الحمد. أنا ليش معي أمانة اليوم طبعا. هذه ليش يا مرام؟ تمام، هذيك 100,000 حقكم. اللي تبرع ب$50 تكفل بشراء الصلاة. كيف؟ ما يجي لها وانت ما تحلها. عايش يساعدها أكثر يعني؟ احتمال بس ما بيقدرش. حلو، عيجي ان شاء الله. انا اتواصل معاه اليوم. وفي واحد تكفل لك $100 شهريا، تمام؟ انا جيت قال اليوم اتواصل معاه، تمام؟ مش اكد لكم الموضوع. الموضوع ان شاء الله يكون يشترك شهريا $150. هذا اكد لك اليوم الموضوع حق $100 شهريا الرجال، والرجال يعني ثقه ان شاء الله. وابو $50 زد تابعه وقول ايش يحصل معاه. يتكفلها شهريا. اذا هو يشتي يدي لها حاجه اكثر، يشتي حد يجي يشوفها ويدي لها حاجه اكثر، يكون خير وبركه ان شاء الله. تمام يا ام مرام، انا ما نسيتك ان شاء الله، وان شاء الله عاد انا معك باذن الله. اكيد الحمد لله، وان شاء الله اذا حد عاد رسل لك حاجه انا اجيك على طول ان شاء الله. تمام، يلا السلام عليكم. بعد ما خرجنا من عند الخالة أم مرام توجهنا إلى الخالة أم يوسف. فاكرينها من الحلقة 11؟ أم مرملة على 6 أيتام وعمية تماما، وعليها إيجارات وبلاوي، ويعني وكانت حالتها مأساوية جدا. طلعت معنا في الحلقة 11. في الحلقة 12 احنا ساعدناها بقدر المستطاع، واللي قدرنا الله وسخره لها وصل عندها، ولكن حملنا لها أمانة. في شخص أرسل لها أمانة معنا فعدنا لها اليوم أيضا. تعالوا نشوف ايش حصل معنا. يا بابا كيف أمورك؟ الحمد لله يا ابني حبيبي، هيا بابا هيا. كيف حالك؟ الحمد لله. جي يا ام يوسف، جي انا. محمد ومشكور. تعالي. على كل حال. الحمد لله، ايش اخباركم؟ لله الحمد والشكر. على تواصل، وهذه مناشدة طبعا. الاشخاص اللي يتواصل يقول انا متكفل لفلان او لاسرة ب$100 شهريا، ب$50 شهريا، اوفوا مع الناس يا جماعة، او من البداية لا توعدوهم. تمام، بس انا متاكد يمكن ربشه اللي تبرع لك $100 150 شهريا. تواصلت معه قبل امس، تمام، وقال لي حتوصلها ان شاء الله.
الله المستعان يا امي، الله المستعان. لا اتوصل لك ان شاء الله، اتاكد عليهم اليوم ان شاء الله. ها امي، هذه زلطه اسمعيها. هذاك مبلغ سيري تعالجي، وش اللي علاجاتك؟ الله يسعدكم يا عيالي. كيف حالك انت؟ يا رب. الحمد لله الحمد لله، فضل من الله، وهذه هديه من المتابعين وهديه من الرحمن، والله يصلح حالكم ان شاء الله. وانا اتواصل مع الناس اللي يتكفلوا بكم اليوم الليله، خليك تتواصل معي. يلا يا اختي يلا يا رب. ايضا ام يوسف في شخصين تكفلوا بها شهريا بيتواصلوا معها مباشره. انا اللي بيتواصل معي حابب يتكفل باسره من نود الاسره، بعطيه رقمهم والبطاقه ويكون يحول لعندهم. في واحد تواصلت معه ووعدها يحول لها الليله او غدا ان شاء الله. الشخص الاخر انا تواصلت معه ايضا عشان اتاكد قبل تصوير الحلقه، ووعدنا انه غدا بعد غد بالكثير يوصلها المبلغ حق هذا الشهر. بعد ما خرجنا ايضا من عند الخاله ام يوسف توجهنا الى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كان معانا في الحلقة 12. احنا لقيناه في الشارع صدفة ذاك اليوم وشكلنا همه. أب معاه بنتين وزوجة، هو كان شغال شاقي يعني في البنعة، يعني بياكل من عرق جبينه ومستغني ومستعفف ومستكفي من الناس، ولكن طاح من فوق السقالة، أصبح عنده إعاقة دائمة، تكسر ظهره وركبته هكذا معطوفة دائما متصلبة متخشبة لا تتحرك. حالته مأساوية جدا. الرجل بينام كل يوم في بيت، يعني ما ودي أدخلكم في تفاصيل حياته، أنتم سمعتوها منه بلسانه ذاك اليوم. رجعنا له اليوم إن شاء الله. الحلقة الجاية هنكون معاه وهنضيف جنبها حالة، لأنه الحالتين الماضيات صفيناهم، باقي معنا الحالة هذه إن شاء الله ننتبه لها من اليوم. احنا رحنا اليوم فرحناه، أعطيناه مبلغ عشان ياخذوا له، بدل ما هو قاعد في الشارع ياخذوا له مكان يقعد فيه لغايه ما نجيب الاسعاف او بالمشروع او بالعمليه اللي تكفيها. نشوف ايش اللي يحصل معنا، تعالوا نشوف. هذا الاشعاع يعني في امل يتعافى؟ خارج بالله خارج اليمن. يا اخي شو البلاد هذه اللي كل الامراض خارج اليمن؟ انا اكلوا كل يوم، بكره باكلوا، بيسكنوا كل يوم، بكره بيسكنوا. هذا بيت العاقل صح؟ هيا. طبعا العاقل هنا فاتح بيته للناس كلهم، اي حالات الانسانيه كثير بنيجي نلقاها هنا. ما شاء الله عليه، الجنه ان شاء الله. ما يعني بالضبط انه مو من الاهل ولا شيء، يعني فاعل خير حسب ما تقول. الحين انت جالس وهو جالس هنا صح؟ لا. وزوجته انت بتتنقل من المرة هنا بس انا بالجامع اوروبي. ينام في المسجد. لا جاء عنده ضيوف يخرج. ايوه تستحي تقعد هنا. ايوه اصلا هو سكنك كذا فاعل خير، ما هو في عمك. شوف انا وعدتك المره الماضيه نرجع لك. طبعا احنا مرينا على عده اسر اللي كانت عالقه معنا خلصناهم. من الان ان شاء الله انا فاضلك انت. حنشوف جيتنا اليوم بس اسعافيه، نحن نلحقك بما تيسر تمام، وان شاء الله رجعتنا لك باذن الله وتسخيره مضمونه نرجع لك باذن الله تمام. هذا مبلغ مشي به اليوم. شوفوا له حتى لو قلت له هنا غرفه شقه اي حاجه. رجلك ما تقدرش تفترد ابدا. يصير خير وربنا يسخر لك يا محمد. تمام، طريق السلامه. يلا ان شاء الله بنرجع ان شاء الله، هنرجع له قريبا. انتم عارفين متابعينا اللي متابعين هذا البرنامج باب الفرج، ال 12 حلقه اللي راحت، احنا ما بنوعد حد نرجع له الا وبنرجع له بنأدي الامانه ان شاء الله. اي حد حابب يتفاعل معنا يساهم في هذا البرنامج يتواصل معايا انا شخصيا واتساب على هذا الرقم، بعدين انا ساعاود الاتصال به. صعب اطلع رقمي الخاص طبعا في الشاشه، يكفي هذا صار مع الجمهوريه اليمنيه كلها. تواصلوا معايا يا جماعه، حتى ب1000 ريال ممكن نجمعها على بعضها ونعمل شيء طيب. احنا كلنا محتاجين نساهم، وانا مستغرب ليش برنامج باب الفرج هو اقل برنامج بيجيب مشاهدات. حتى اذا انت على فكره متابعه الحلقات ما بتتطلبش انك تتبرع، ممكن تشوفها مجانا عادي. تفاعلوا مع الحلقات، انشروها وزعوها، جزا الله خير كل اللي ساهموا معنا، كل اللي دعوا لنا، كل اللي دعمونا بالكلام الطيب ودعمونا معنويا بالتعليقات الايجابيه. الله يسعدكم اصدقاء المتابعين، وحتى اراكم في حلقه جديده من برنامجنا باب الفرج. هذه لكم مني تحيه، انا ايمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا.